السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع وصفة جديدة لليوم. هذه الوصفة من الوصفات اللي كثير تنطلب مني، وإن شاء الله رح نسويها معاكم خطوة بخطوة. هذه الوصفة فعلا اللي نقدر نقول عليها تعدت مرحلة اللذاذة، لذيذة لذيذة، وتبيض وجهك شكلا وطعما قدام عائلتك وضيوفك. خلونا مع بعض نشوف الطريقة. هذه مقاديرنا سهلة وبسيطة متوفرة بكل بيت. عندي أول شيء حبات من الفلافل، تحبي تزودي الكمية تقللي حسب الحاجة أو حسب الكمية اللي حابة تسويها. عندي بطاطا مقلية، عندي خس، عندي طحينية وملح وليمون، وعندي نعناع، وعندي شوية مي، وعلبة زبادي، وعندي باذنجان مقلي، طماطة، بقدونس. راح نجيب طبق نضيف فيه كل المقادير. راح أضيف الخس. طبعا الوصفة جدا مرنة، في الأشياء اللي مو موجودة عندك بالبيت تقدرين تلغيها، الأشياء اللي ما تحبيها تقدرين تلغيها. في أشياء مثلا تقدرين تضيفي خيار، في تقدري تضيفي الزهرة المقلية. تقدري تتحكمي بالوصفة حسب الشيء اللي تحبيه أنتي واللي يحبوه عائلتك. فهون ضفنا كل المقادير. طبعا أكثر كمية هون أضيفها البقدونس، أخلي الكمية الأكثر البقدونس. النعناع عندي أساسي بالوصفة، يعطي طعم فريش ومنعش بالوصفة. عندي حبات الفلافل رح نفتفتها ورح نضيفها، وحاولوا كمان تكثروا فلافل بالوصفة، لأنه أساس أو اسم وصفتنا فتة الفلافل. فعندي البقدونس وعندي الفلافل أكثر شيء أكثره يعني. راح نضيف هون فتتنا حبات الفلافل. هون راح نخلط المقادير مع بعض شوية. راح أحرك كل هالمكونات اللي حضفناها مع بعض، وظل عندي إضافة اختيارية ولكن تعطي تست لذيذ جدا. عندي شطة، راح أضيف كمية أو ملعقتين، ملعقة كبيرة من الشطة، ونحرك كل هالمقادير مع بعض. طبعا الصوص راح نجهزه. عندي علبة زبادي كاملة، راح أضيف بطبق علبة زبادي كاملة. راح أضيف عليها ملعقتين كبار من الطحينية، تحبوا تزودوا تحبوا تحطوا كمية أقل حسب رغبتكم. عندي هون أنا راح أضيف على علبة الزبادي ملعقتين كبار من طحينية، وراح أضيف كمية من الليمون. حاولوا تخلوا طعم الليمون ظاهر بالوصفة، تطلع الفتة ألذ بكثير لما يكون الحمض ظاهر بيها. راح أضيف ملعقتين 3 من الماء وأخلط المقادير. طبعا الملح نضيف الملح، لا ننسى الملح، ونزود الملح لأنه عندي خضروات، عندي طماطة، عندي خيار بالوصفة، فمشان يطلع الطعم ظاهر أكثر فنزود شوي كمية الملح. راح أخلط المقادير مع بعض لحتى تتماسك وتنخلط كويس. تحبوا تضيفوا نص كمية الصوص مع الخلطة، والنصف الثاني على الوجه. أنا هون راح أضيف الخليط كله، راح أزين بيه الوجه، فعندكم هالشي اختياري. بعد ما خلطنا المقادير راح نضيف هذا الخليط والخلطة اللي سويناها مع بعض اللذيذة وألوانها الشهية، راح نضيفها بطبق التقديم. نحط كل الكمية اللي سويناها. طبعا مثل ما خبرتكم الصوص الزبادي تحبوا تضيفوا نصف الكمية تخلطوها مع المقادير، ونصف الثاني توزعوه على الوجه حسب رغبتكم. هون بعد ما ضفنا كل كمية المقادير وضبطنا الوجه وعدلناه، راح أوزع خلطة الزبادي مع الطحينية وعصير الليمون على الوجه. نحاول نغطي نخلي بس الأطراف ظاهرة مشان يبين عندي المكونات الموجودة بالطبق. بعد ما وزعناها راح أزين حبات، خلينا طبعا على جنب قسم من حبات الفلافل، راح أقطع أنصاف وأزين بها الوجه ورشة سماق، وهون يكون طبقنا جاهز. وهون صارت فتة الفلافل جاهزة معانا. عن جد شي فاخر من الآخر، فاخرة تميزي بيها فطورك بين أهلك، بين صديقاتك، بين أولادك، بين عيلتك. راح تعجبكم كثير، منظرها يفتح النفس. وبالنهاية أتمنى لا تنسوا تطلعوا من دون ما تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة إذا مو مشتركين، وانتظروني بوصفات سهلة وجديدة وسريعة. مع السلامة.